حبيبي وعزيزي برج الحمل، وخلي عندك أمل ونقول توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع الرابع وآخر 10 أيام في شهر يونيو حزيران، من يوم 21 ليوم 30. 10 أيام مهمين، عايزكم فيهم مركزين ومركزين بزيادة حبتين، لأن ال10 أيام فيهم تغيير جدا 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 مهم هيبدأ من يوم 21 على طول، مش هيستنى كتير. الشمس هتسيب الجوزاء وتخش على السرطان، تبدأ اهتمامات في أمور انتوا كنتوا مهملينها بزياده، امور انتوا محتاجينها الفتره اللي جايه. طب ايه هي يا عم جوهر؟ هقولها لكم، بس المهم تشوفوا الفيديو بتاعكم للاخر، لان في الاول هقول لكم كل جزئيه في حياتكم اخبارها ايه خلال ال10 ايام الجايين، بعدين هقول لكم كل يوم من ال10 ايام توقعاته ونصايحه وتحذيراته، وبامر الله كله يعوض اللي فاته، والله اعلم طبعا. نبدا ونقول قلنا الشمس في البرج السرطان من يوم 21، وده بيتكم الرابع، بيت العيله، المنزل، الامور اللي ليها علاقه بامور عقاريه، امور منزليه، امور ليها علاقه بحمل، بانجاب، بزواج، بتاسيس عيله، باحد افراد العيله. اهتمامات عائليه ممكن تزيد، سواء سفر عائلي، مناسبات عائليه، زيارات عائليه، مناقشات عائليه، خلافات عائليه. خلوا بالكم الشمس وجودها في السرطان، السرطان ده برج مائي ما يغركوش، وانتوا برج ناري، وميه ونار، قلق وحوار ما فيهاش هزار. فالامور العائليه والمنزليه نركز فيها بزياده، ناخد بالنا من اي مشاكل، من اي طارئ عائلي، من اي مسؤوليات، صيانات، اصلاحات، مشتريات. ما الحاجات دي فيها فلوس فبتعمل مشكلات، فنهدى على نفسنا وعلى اللي حوالينا ونقرب وجهات النظر. عندنا الحمد لله ان الزهرة في برج الاسد، وده في بيتكم الخامس، العاطفة، المشاعر، الاحاسيس. فده حتى لو حصل خلاف عائلي او مشكلة عائلية تقدروا ان انتوا تعالجوها، تقدروا ان تلاقوا لها حلول، تقدروا ان انتوا تاخدوا قرارات ليها علاقة بحد قريب ليكم لقلبكم، سواء حد من العيلة او الحب الحتة الشمال، ايوه بقى. فاستفيدوا من الوضع. الزهرة لسه بيدي طاقة عاطفية ايجابية، بيدي فرص في الحب، في المال، في الجمال. ولو الثلاثة مرتبطين ببعض وهم مرتبطين ببعض تلاقوا الدنيا اسهل بامر الله. يبقى ممكن نقابل ضغوط، بس في نفس الوقت عندنا فرص ايجابيه لحل المشكلات، لخطوات ايجابيه، لاعجاب، لانجذاب، لارتباط، لمشاعر، الاحاسيس، لاستمتاع بين الازواج. كنت قلت قبل كده النايم من عيال بدري حبتين. ما تنسوش المريخ كمان في برج الاسد، في بيتكم الخامس العاطفه، ففي طاقه عاطفيه زايده، في طاقه جنسيه زايده، يبقى النايم العيال. في نفس الوقت مش عايزكم تاخدوا قرارات عاطفيه متسرعه، او تاخدوا قرارات في امر عملي او مالي او عاطفي او شخصي، او اي قرار في حياتكم بناء على العاطفه. المريخ بيدفعكم ان انتوا تتحركوا بسرعه، ان عاطفتكم هي اللي تغلب عليكم، وده اللي انا مش عايزه. العقل اولا. وعندنا عطارد بيت برج الجوزاء في بيتكم الثالث، صباح العقل والحكمه، قدره على التواصل، على الاقناع، على التفاوض، على النقاش، ان انتوا تاخدوا قرارات، ان انتوا تروحوا مشاوير كتير، تجيلكوا اتصالات كتير، تتفاعلوا مع اللي حواليكم بشكل افضل، في ذكاء زايد، في سرعه بديهه زايده. استغلوا الفترة. المشتري طبعا في برج الثور، ودي فرص ماليه بامر الله. الفرص الماليه مش شرط فلوس تيجي، خلينا واضحين. لو انتوا حليتوا مشكله ماليه عندكم دي حظوظ، لو انتوا قدرتوا تحافظوا على مصدر رزقكم ده حظوظ، لو منعتوا سرقه او غش او نصب او استغلال دي كمان حظوظ. ويا سلام بقى على الشاطر والشطوره اللي يعرفوا يستردوا فلوس ليهم، يسددوا فلوس عليهم، يعملوا عمل اضافي، يجي لهم دعم مالي، يجي لهم حل المشكله ماليه بامر الله. الفرص الماليه ايجابيه حتى لو فيها ضغوط، هتقدروا عليها بامر الله، وبالعكس ممكن تطلعوا مستفيدين برغم الظروف اللي انتوا شايفينها. بس اعملوا اللي عليكم عشان ربنا يكرمكم، نبعد عن التبذير ونحوش كتير. طبعا زحل في برج الحوت ومتراجع، ان استوب وهدي وخلي الفتره دي تعدي. الزحل وهو متراجع في برج الحوت زياده في الاعداء، في المؤامرات، في الحساد، في الكسل والاهمال. خدوا بالكم قوي من عملكم، خدوا بالكم من صحتكم. الحاجات دي مضغوطه، فيها تراجع، فيها ضغوط زايده. قراراتكم لازم تبقى محسوبه بالملي، بالملي يا حبيبي، بالملي، بالسنتيمتر. في نفس الوقت لازم تبقوا مركزين ان ما تعتمدوش على الحظوظ ابدا، اعتمدوا على اراده ربنا ومجهودكم وتعبكم. وارد تقابلوا مشكلات، تقابلوا عقبات، تقابلوا ضغوطات لازم تستحملوها، ما قدامكمش اوبشن تاني. بلوتو في برج الدلو متراجع، فبرضه العلاقة الاجتماعية إلى حد ما ممكن يبقى فيها تغيير مش هنقول للأسوأ، سلبي. يعني ممكن خلاف مع صديق، مع قريب، مع زميل، مع حد في محيطكم. خدوا بالكم من علاقاتكم الاجتماعية. كده تقريبا قلنا كل جزئية، نيجي لكل يوم من الأيام بالتفصيل. يا حمل يا جميل انت يا جميل. والبداية يوم الأربع والخميس والجمعة لغاية الساعة 2 بعد الصلاة كده، يعني يوم 21 22 23 يونيو حزيران، القمر في الأسد والنبي
بداية ولا أجمل ولا أحلى ولا أروع. بيتكم الخامس العاطفة، قلوب كتير وحاجات بتطير، مشاعر، أحاسيس، حب وغرام، جنس بين الأزواج، فرص لارتباط وإعجاب وانجذاب، فرص لحل خلافات، فرص لرجوع منفصلين أو متطلقين أو مقموصين، فرص عاطفية، مشاعر، أحاسيس مع الأب، مع الأم، مع الحب مع أي حد قريب لقلبكم. استغلوا مشاعركم بس ابعدوا عن القرارات العاطفية. أي قرار هيتاخد بناء على العاطفة في الفترة دي هتزعلوا وتجيبوا ناس تزعل معاكم. أنا قلت وعملت اللي عليا. الجمعة بعد الساعة 2 ومعانا السبت والحد 23 24 25 يونيو حزيران، القمر في العذراء في بيتكم السادس، يومين فيهم أعمال التزامات الله أعلم طبعا، بس ولد يبقى فيه ضغوطات، ما تسيبوش الدنيا تتراكم عليكم، خلصوا مسؤولياتكم أول بأول، رتبوا أولوياتكم، نظموا أوقاتكم، التزموا بمواعيدكم، مهم جدا. في نفس الوقت الضغوطات بتعمل إرهاق وإجهاد، فخدوا بالكم من صحتكم، وزنوا ما بين المسؤوليات وما بين الصحة، عشان صحتكم مهمة انتم مهملين فيها، واليومين دول وارد لا قدر الله الله اعلم يبقى في ضغوطات صحيه او عمليه زايده شويه. 2 و3 26 27 يونيو حزيران، والقمر في الميزان في بيتكم السابع، وده سلاح ذو حدين ما بين فرص لزواج، فرص لتعاون مع اي طرف تاني في اي امر، شراكه ماليه، شراكه عمليه، شراكه عاطفيه، فرص موجوده 100 بس في نفس الوقت القمر بضغط عليكم، واجه ليكم، معاكس ليكم، فوارد يحصل خلافات ما بين الازواج، بالاخص اللي اصلا بينهم خلاف او مشاكل، وارد حتى اللي علاقتهم مستقره يحصل هزه بس قادرين عليها. انا خايف على علاقتهم ضعيفه، نبعد عن العند والجدال، نفس الكلام، ناخد بالنا من علاقتنا مع شريك العمل او المال في اليومين دول. الاربع والخميس والجمعه لغايه الساعه 6 يعني 28 29 30 يونيو حزيران، القمر فين؟ القمر في برج العقرب في بيتكم الثامن. هنا فرص لشراكه ماليه، فرص لعلاقه جنسيه، فرص لاسترداد اموال، فرص لسداد اموال، فرص لاهتمام او اكتشاف اسرار او اخبار تساعدكم تاخدوا قرار، فرص ان انتوا تهتموا بامر قانوني او حكومي او قضائي، بس وارد تضغطوا في امر قانوني او حكومي او قضائي، وارد تضغطوا بسبب امر مالي. احنا عارفين الفلوس غيرت النفوس، خليكم واضحين في تعاملاتكم الماليه. وارد يجي دعم من اب، من ام، من اخ، من اخت، من زوج، من زوجه، من بنك، من قرض، من جمعيه، من اي فلوس من اي حته. ووارد العكس، يحصل تاخير لفلوس مستنيينها او خلاف مع طرف تاني بسبب الفلوس، بس بامر الله الفتره دي كلها تنهوا فيها الشهر بشكل سعيد، ومن عم جوهر تستفيد، والله اعلم.